السلام عليكم، تحية لكم الخوت. بغيت نهضر على واحد الموضوع اللي كان تطرقوا ليه الناس شي 3 شهور هذه، اللي هو الموضوع ديال الكنائس السرية اللي بانوا في الدار البيضاء. بطبيعة الحال راكم شفتوا الفيديوهات ديال الكنائس سرية اللي حلوهم الأفارقة في مدينة الدار البيضاء، خاصة في واحد المنطقة، واش الولفة نسيت على السمية ديالها. المهم في هذيك المنطقة يعني حي واحد كانت فيه أكثر من 20 إلى 30 كنيسة سرية. هاد الكنائس كيفاش انتشروا؟ عندك الملايين ديال الافارقه اللي احتلوا المغرب، الملايين ديال الافارقه. وعموما المغرب دابا انا تنقدر ان فيه اكثر من 6 مليون ديال الاجانب، منهم 99% منهم غير حراقه. راكم عارفين احنا عندنا في المغرب للاسف بزاف ديال الناس افارقه تيدخلوا بلا فيزا للمغرب، يعني تيشد الطياره وتيجي للمغرب. بحال القضيه ديال هذاك ادامو، ذاك الارهابي اللي دار واحد العمليه ارهابيه في الدار البيضاء، وللاسف في الاعلام ما كاينش شي واحد اللي وصف ديك الجريمه الارهابيه اللي دار ادامو والعصابه ديالو. ما كاينش اللي وصفها بانها جريمه ارهابيه رغم انها جريمه ارهابيه. فنساو شويه ادامو، غير بغيت نقول لكم كيفاش الافارقه تيدخلوا للمغرب بلا فيزا بلا والو. فكما قلت لكم الالاف او الملايين ديال الافارقه دخلوا للمغرب، ومنهم الغالبيه الكبرى ديالهم مسيحيين. هاد المسيحيين هادو ملي دخلوا ما لقاوش الكنائس. عندنا شويه ديال الكنائس في المغرب قلال، فالكنائس اللي عندنا ما بقاتش قدهم، قال لك غادي يحلوا كنائس سريه. ناضوا المغاربه، داروا احتجاجات، داروا عرائض، داروا توقيعات على سميتو، وفعلا القايد جا بدا تيهضر مع دوك الافارقه باش يسدوا الكنائس. ولكن كما شفتوا في الفيديوهات ان الافارقه جراو على القايد، يعني الافارقه الان ولاو فوق القانون في المغرب. هذه هي كما تنقولوا الوجه الاول ديال هذه الميداليه هذه، ان الاجرام فتح كنائس سريه اللي هو مخالف للقانون. هذا الوجه الاول ديال الميداليه. انا نقلبوا ديك الميداليه نشوفوا الوجه الثاني، نشوفوا هذه القضيه هذه اشنا هو المستقبل ديال المغرب، اشنو كتعني ليه هذه الكنائس السريه. بطبيعه الحال فتح كنائس سريه او كنائس اللي هي قانونيه بالنسبه لي بحال بحال. بالنسبه لي كتعني ان هناك دين جديد يزاحم الاسلام في المغرب. فهمتوا القالب كيدير ولا لا؟ الناس كتقول لك العلمانيه تزاحم الاسلام، ومضاربين العلمانيه والاسلام شكون هو، كيفاش غنديروا للمغرب؟ لا، دابا انت عندك بشر، عندك مواطنين بنادم مسيحي، عندك نصارى عايشين في المغرب، افارقه. صافي دير انه دين جديد، دين مختلف على الدين ديال المغرب. لان احنا ديما كانت عندنا الكنائس وكذا، ولكن كانوا مخبيين، كانوا القور داروا كنائس ايامات الاحتلال، ولكن هذوك الكنائس كانوا ديما مسدودين. الكنيسه ديال الرباط انا كنعرفها، واحد الكنيسه كانت في جهه في الطريق ديال الترامواي حدا المحطه ديال رابافيل، كانت ديما مسدوده. جاو الافارقه وهي تحل. اشنو ولاو عندك تقول افارقه المهاجرين اللي هما تيدخلوا للمغرب كما قلت لكم، تيدخلوا فرادى. يعني المهاجر ملي كيدخل للمغرب تيدخل بوحدو، جاي باش يدبر على راسو، يا جاي باغي يخدم، يا شي لاقيطه تزوجات به، شي ام شانطه تزوجات به، يا جاي باغي يخدم، يا جاي باغي يدبر على راسو، ولا باغي يحرق لاسبانيا. بطبيعه الحال الحدود مسدوده لاسبانيا، الحريق ما بقاش من المغرب، فهادوك تيبقاو لك في المغرب. فهو هذاك الانسان اللي كان بوحدو دابا غيلقى واحد الجماعه غادا تانتيغريه، غيلقى الجماعه ديال المسيحيين ولاد بلادو، او لا ماشي ولاد بلادو، المسيحيين. راه المسيحيه راه دين، يعني فيها اعراق مختلفه وجنسيات مختلفه. فهادوك غادي يتجمعوا لك في الكنيسه، غيبقاو يعني الواحد غيلقى واحد النقطه ديال الارتكاز ديالو في المجتمع المغربي. غادي يلقى صحابو، غيلقى خوتو، غيدبروا عليه. كاين اللي غيجوجو، كاين اللي يدبر عليه على خدمه في الكحل، كاين اللي غيقوالب كما شتو مؤخرا البوليس شد افارقه تيزوروا الفيزا، وكاين افارقه تيزوروا الفلوس، وكاين افارقه يعني ولات عندنا هاد الافارقه ولاد المهاجرين هادو ولاو واحد النقطه ديال الانطلاق ديال الجرائم. يعني انت استوردتي ماشي استوردتي مجرمين. كاين فرق بين انك تستورد مجرم مثلا هو واحد قتال بحال ادامو، واحد مجرم قتال. تقدر تستورد واحد مغتصب ارهابي مغتصب، كما الافارقه اللي تيغتصبوا الالاف ديال المغربيات، كما افارقه دخلوا على واحد المغربيه كبيره في العمر اغتصبوها في المضيق وما كاينش اللي يهضر. كاين افارقه تيدخلوا على الديور. هذا صنف ديال الجرائم، جرائم فرديه.
ولكن دابا ولا عندك يعني منظومه ديال الجرائم في المغرب. كيفاش غادي تحل هذا المشكل هذا؟ والخطير في الامر ان بنادم ما تيهضرش، بنادم ما تيهضرش. يعني السفينه كتغرق وبنادم تيتموسق بحال التيتانيك. التيتانيك كانت السفينه ديال التيتانيك كتغرق وهذوك ديال الموسيقيين خدامين، حيت هو ما كتهموش السفينه، هو كتهمو فقط انه يدير الطرح ديال الموسيقى ديالو ويتخلص. فهمتي ولا لا؟ راه المغاربه دايرين بحال هذيك الفرقه الموسيقيه اللي كانت في التيتانيك، كلشي داخل سوق راسو، كلشي باغي غير يعيش، كلشي باغي ياكل، كلشي باغي يحقق المصالح ديالو، وسفينه المغرب تغرق. وانا ديجا قلتها 3 سنين ولا 4 سنين هذه باش هضرت اول مره في الدوسي هذا. قلت واحد القاعده عامه احفظوها عن ظهر قلب: مهاجر جديد تتساوي مشكل جديد. سدينا. وهذا رد على هذوك ولاد الهريبات اللي تيقول لك ان المغرب منفتح، المغرب يفتح ذراعيه وعندنا ثقافات متعدده في المغرب. اش من ثقافات متعدده؟ حنا مسلمين امازيغ، ما عندناش ثقافات اخرى. المغرب دوله اسلاميه امازيغيه سدات. لان علاش؟ لان المسلمين الامازيغ هما اللي دافعوا على البلاد، ماشي عوازه، ماشي المشارقه، ماشي القور. فهمتي؟ اللي دافع على المغرب هما المسلمين الامازيغ. سير جيب لي الليسته ديال المجاهدين تلقاهم كاملين مسلمين امازيغ. وكنعني بامازيغ دكاله راه امازيغ، الشياضمه امازيغ، بني حمر راه امازيغ، المغرب كله امازيغي. بغى اللي بغا وكره اللي كره. سي سا نوتخ ايدونتيتي. الا ما كانش نكونوها صحه، حنا كلنا امازيغ. ولا نقبل ثقافه اخرى، ولا نقبل كذلك أن ثقافة أخرى وافدة أن تكون لها اليد العليا في المغرب. ولا نقبل أكثر أن ثقافة وافدة كيف ما كانت أن هي اللي تقرر في المصير ديال المغرب. سدات مدام فهاد الافارقه لانهم مسيحيين فغيبغيو يعيشوا الدين ديالهم. راكم شفتوهم ملي داروا لكم الكنائس السريه اش كانوا تيديروا؟ كيسنى حتى 12 ديال الليل وتيجي بلا باطري ولورغ وتيبدا يدير الموسيقى ديالو، لان الرب ديالو الاله ديالو قال ليه غتموسق مع 12 ديال الليل باش تعبدني. هو باغي يدخل الجنه، عزي باغي يدخل الجنه، خصكم تفهموها بحال هكذا. عزوه باغي يدخل الجنه، الرب ديالو اللي كيعبد الله على ما شنو هو هذا الرب هذا اللي عنده، وشنو هو هذا القسيس اللي تيعبد هو اصلا. لان المسيحيين راه تيعبدوا القساوسه لا يعبدون الله، المسيحيين راه مشركين، راه تيعبدوا القسيس. يسوع عندهم هو تعلق في الصليب ومات. سدات مدام كما قال لهم نيتشه مات الاله. هما تيعبدوا القساوسه. تلقى دوك عوازه عندهم شي قسيس اللي تيعبدوه، كاين في نيجيريا ولا ما نعرف في شي بلاصه، هو اللي يقول لهم في الواتساب 12 ديال اللي غتعبدوا الرب. غيجي لك العزوه لان القسيس ديال نيجيريا قال لي 12 ديال اللي غتعبد الرب، غيدير لانستالاسيون ديالو مع 12 ديال اللي يبدا يعبد الرب ديالو حتى الفجر. تهضر معاه يقول لك الدين ديالي هذا سي ما ريليجيون جو سوي كوم سا، الرب ديالي قالها لي. ما تقدرش تهضر معاه لانه هو كذاك داير، لان انت اللي قبلتيه النهار الاول، انت اللي قلتي ليه مرحبا، انت اللي صيفطتي ذاك الميساج ان المغرب دوله ما عندهاش باب، ان المغرب دوله ترحب بالجميع. علاش كاين هذا الميساج هذا في الاعلام ديال ان المغرب دوله متفتحه؟ علاش تقولوا لنا ان المغرب داير بحال هذوك الساطات اللي كيكونوا في امستردام في الفيترينا؟ اسيدي المغرب دوله عندها شعب، عندها دين، عندها هويه. ما قابلينش هاد الزمر هادو. انا اصلا ما قابلش دين امهم من الاساس. انا يكون بالاوراق ما قابلوش، لان هذا المشكل ديال الكنائس السريه راه ماشي غير مع دوك الحراقه، راه واحد بالاوراق ديالو انجينيور ولا كذا غدا بعد غدا غيقول لك بغيت انا نحل الكنيسه، بغيت نعبد الرب ديالي، بغيت نعبد الجماعه ديال الرب. اش غدير معاه؟ فينا هو عندك انت في المغرب هذاك النخبه المثقفه اللي غادا تقول لهاد العناطه زادوا حدكم تما. ما كايناش عندك في المغرب. راه هذا هو المشكل. حنا في المغرب ما عندناش اون انفراستركتور كولتوريل، واحد البنيه تحتيه ثقافيه، واحد النخبه قويه، نخبه وطنيه مواطنه اللي غتدافع على الهويه ديال المغرب ضد هاد الهجوم، هاد الارهاب ديال الاجانب اللي كيمارسوه في المغرب. ما عندكش. راه هذا هو المشكل. علاش كنهضروا حنايا على ما نحن تيهمنا بنادم ياكل يشرب تيبان والديه، ولكن اللي تيهمنا حنا هو هذاك النسيج المجتمعي المغربي، خاصه ان المغرب ماشي دوله علمانيه، المغرب دوله على قد الحال. يعني حنا المغاربه، وانا ولد البلاد وعاد كنت مؤخرا في المغرب، وانا ابشركم ان المغرب غادي كيتكفس. انا عارف كل شيء ان حنا المغاربه عايشين مع بعضياتنا. يعني المغاربه بحال واحد متكي على الاخر. تتلقى عائله ما عندهمش، تتلقى غير ولدهم اللي كاين هنا في الخارج هو اللي تيصيفط لهم. وانا نعاود لكم على المآسي ديال الدراري اللي في الخليج راه تبكيو بالدم.
راه كاين واحد الدري كنعرفو اقسم بالله الا كره مو ما بقاش يحملها، فين ما تتصل به بحال هكا الو ولدي راه خالك مريض صيفط لينا شي بركه، الو ولدي راه اختك باغي نجوجوها. السيد تكره حياته. علاش؟ لان المجتمع المغربي شي متكي على شي معكز على شي. هذا هو المغرب، وما يكذبش عليكم شي قمقم. فهاد المغرب هذا اللي عنده هذا المجتمع اللي فيه شي متكي على شي وشي معكز على شي، هاد المغرب ما كيتحملش المهاجرين، ما كيتحملش الهجره. المغرب ما خصوش يعطي اللجوء لاي قمقم كيف ما كان، لان المجتمع ما غيقدش. حنا ما قادينش. اوروبا اللي عندها دول متقدمه بحال المانيا مثلا، الدوله اللي عندها المواطن عنده علاقه مع الدوله. كنتي خدام راه كتخلص، ما كنتيش خدام الدوله كتدبر عليك، تتخليك تعيش بخير وعلى خير لانك مواطن. tu es un citoyen. المانيا دوله اللي بنات اون ستركتور سوسيال، عندها واحد لا ستركتور سوسيال اللي هي قويه. يعني اللي تيخدم تيتخلصوا منه بالضرائب وكذا، اللي ما خدامش واللي فقير تيرجعوا ليه شويه باش كلشي يعيش بكرامه. لذلك الا جا شي مهاجر في المانيا ولا فرنسا ولا اي دوله متقدمه تيدير بلاصتو، لان هذاك المهاجر عنده علاقه مع الدوله كتكلف به. حنا في المغرب الدوله ما قاده حتى على الشعب، عاد تقد على المهاجرين اصاحبي. راه اوني طون تران دو ديترويغ لا سوسيتي ماروكان، يعني المجتمع المغربي في طريق التخريب. راه السفينه ديال المغرب كتغرق، ويجب ان يكون هناك حوار. وانا نرجع نقول لكم حوار بحال واحد السيد في الفيديو اللي فات، فاش كنت كنهضر على الفيديو اللي فات اللي هضرتو على داك اللي درتو على ادامو، هذاك الارهابي ديال ادامو وهذيك الروينه اللي دار في الدار البيضاء. واحد الاخ كتب لي في لي كومونتير قال لي انت متفائل بزاف كتهضر على ندوه صحفيه اون كونفيرونس دو بريس، هادشي ما كانش في المغرب. لا خصو يكون. انا ماشي متفائل، وانا ماشي نايف، انا ماشي ساذج. انا تنقول لك خريطه الطريق كي دايره. خاصنا حوار في هذيك البلاد. المجتمع المغربي واش غيقد على هاد المهاجرين ولا لا؟ لان الا بقات المساله بحال هكذا، والمغاربه راهم روفيكس، المغاربه راه شعب تيصبر. الانسان المغربي راه ما فراسو ما يتعاود. الانسان المغربي راه هو اصلا خارج السياق مع هادشي اللي تيوقع في المغرب. الانسان المغربي مغيب على هادشي اللي تيوقع في المغرب. ولكن غيجي واحد النهار، وهذاك النهار غيجي المغاربه غيوعوا هادشي اللي واقع في المغرب بحكم الواقع، ماشي بحكم النخبه، لان النخبه ما كتوعيش. بحكم الواقع المغاربه غاديين يطجوا، اقسم بالله ما غيسكتوا. وانا ما بغيتش هذاك النهار يوصل. خاصنا حل مع هاد المجرمين، هاد الافارقه، هاد الاجانب، خاصنا حل معاهم. خاص حل. هذا راه تنقولها، هذا راه رساله انذار. خاص حل، لان هادشي اللي واقع في المغرب ما تيعجبناش. السلام عليكم.